الناس اللي على اليوتيوب نوصل 3000 لايك على اليوتيوب، الله يبارك فيكم. نوصلها بدري شويه، نوصلها بدري عن كل يوم. لو كل اللي موجود عمل لايك هنوصل يا معلمين، عيب. هنوصل يا معلمين، عيب. الو. هل مصر جيش؟ طبعا لها جيش طبعا. لماذا تعتقد ان هؤلاء الشرذمه والحساله من المجتمع، القتله الفجر الخونه الذين اجتازوا اختبار القلم ابو لبيسه، جيش يا استاذ؟ سيدنا معلش يا استاذنا، اتفضل. الصوت كده واضح يا استاذ باجت كده؟ ايوه يا فندم. لماذا تعتقد في هؤلاء الشرذمه القتله الخونه الفجره الذين اجتازوا اختبار القلم ابو لبيسه جيش؟ لا انا انت سالتني ان هل لها جيش؟ ما لماذا تعتقد؟ قلت ماذا لحضرتك انه لها جيش. ازاي انت وجهة لا، مش وجهة نظري. انت عندما ترى الشيء، لو ذكرت لك، لو وضعنا جحشا في الطريق وقلت لك أهذا جحش؟ قلت نعم جحش. فقلت لك نعم. لماذا أطلقت عليه جحش؟ نعم. تقول لي لأن أبيه حمار وأمه حمارة، لأنه بأربع أقدام، شعره مش عارف كذا، يرفص مش عارف كذا، يعمل كذا، صورته كذا، أسنانه كذا، وهو حمار أو جحش صغير. فلماذا تطلق عليهم لقب جيش؟ لماذا جيش؟ لو نظرت حضرتك منذ أن بدأت الحروب أو حروب مع الغرب، يعني بدأت الحرب مثلا من وجود إسرائيل في المنطقة. أنا أقول على جيش أنه جيش لأنه لم يتنازل عن شبر من أرضه منذ 73. مين اللي ضحك عليك وقال لك منذ 73؟ هل عندنا شبر ناقص؟ نعم. مش ضحك حضرتك. عندنا رشراك يا استاذ. بقول لحضرتك مش انت سالت السؤال اجاوب انا ولا انت اللي هتجاوب؟ تسال وانت اللي هتجاوب انت. خلاص جاوب. طب ام الرشراش دي نقول عليها ايه؟ اتفضل. اوليست ام الرشراش ارض مصريه اللي هي منقلات الاسرائيلي دلوقتي في الاراضي المحتله الفلسطينيه؟ اوليست ارض مصريه؟ نعم. ماذا تقول في طيران وسنافير؟ أرض مصرية. طيب لماذا لم يحررها الجيش؟ ولماذا باع طيران وسنافير؟ نعم. ولماذا باع رأس الحكمة ورأس بناس وأراضي كثيرة؟ باع جزيرة الوراء لشركة إماراتية، وباع مسبيرو لشركة إماراتية، وباع أرض ناضي الصيد في اسكندرية لشركة إماراتية، وفرط في منطقة الهرم ونزلة السمان لشركة إماراتية، وبيبيع لشركات إماراتية. اللي بيمتلك هذه الشركات صهاينة حصلوا على الجنسية الإماراتية وبيشتروا مصر عن طريق الإمارات يا معلم. باعوا مصانع السماد لنفس العصابة دي، باعوا شركات التحاليل الطبية لنفس العصابة برضك الصهيونية دي، بيبيعوا المستشفيات لمصلحة هؤلاء النور القتلة الفجر العصابة الصهيونية دي. ماذا تقول فيهم يا رجل؟ الو. هي دي اسباجت مش مشاريع واستثمار ولا ده يعتبر بيع؟ على حد علمي يعني. طيب يعني مشاريع واستثمار في طيران وصنافير؟ مشاريع واستثمار في منقلات بدهم ام الرشراش يعملوها مينا لمصلحه اسرائيل؟ مشاريع واستثمار في راس الحكمه اللي ممنوع المصريين يمتلكوا فيها، يبيعوا للسعوديين، يبيعوا للاوروبيين،
يبيعوا للمصريين اللي معاهم جنسيه اخرى، لكن مصري معهوش جنسيه ما يلزموش يعني. هو ده الاستثمار؟ المصري ما يمتلكش في ارضه